تخيلوا معايا الاخوان، عندي قران جزائري، ايه مغربي عنده قران جزائري كما كتشوفوا معايا انتم. الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف. والاكثر من ذلك انه هذا القران عنده نفس العمر ديالي انتم، 2002، وتا انا مزيود في 2002. ما شاء الله تبارك الرحمن. بهذه المناسبه ما كرهنا الصراحه يتفتحوا الحدود ما بين المغرب والجزائر. تخيل القران دخل المغرب، يعني غتكون في هذيك الفتره اللي ما كانش الحدود، يعني كانوا المغاربه كيدخلوا عند الجزائريين والجزائريين كيدخلوا عند المغاربه، ودابا راه كاينين المغاربه في الجزائر والجزائريين كاينين هنايا في المغرب والعكس كذلك. وبهذه المناسبه اننا في شهر رمضان المبارك الذي انزل فيه القران انزل في ليله القدر. غادي نعطيكم بعض المعلومات على كتاب الله اللي نوصيكم انه تجعلوه الرفيق ديال الدرب ديالكم في هذا الشهر رمضان المبارك، فهي اياما معدودات. نعم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان شهر مبارك، شهر عظيم، شهر دراسه القران وتلاوه القران. ماشي خصك ضروري تختم، راه انك خصك تقرا داك الشيء بالترتيل وتدبر كما كتشوفوها الاخوان. ماشي ضروري خصني نختم بالزربه وكديه، لا، قرا داك الشيء بتدبر. كانوا الصحابه في عهد الصحابه ما كانوا كيتجاوزوا 3 آيات او 4 آيات على ما اظن، حتى كانوا كيطبقوا ما فيها وكيعملوا بهم. خص العمل هو الغايه، ماشي غير تبقى تقرا. صراحة القرآن كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. أنا أعطيكم بعض المعلومات على كتاب الله. اسمحوا لي هذا الفيديو جا عفوي، بغيت ندير لكم فيديو كتذكير ليا وليكم باش نرجعوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حقاش هو المنهج، هو الطريق، هو السبيل. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أوله. كتاب الله 60 حزب، 30 جزء كما كتشوفوا، 114 صورة، منها 86 صورة مكية و28 صورة مدنية، و6236 آية. وأكبر صورة بطبيعة الحال وهي البقرة، وأصغر صورة وهي الكوثر، وأول صورة في القرآن وهي بطبيعة الحال سورة الفاتحة، وآخر صورة وهي سورة الناس. وأن القرآن نزل في شهر رمضان بمعنى أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر المباركة. فاللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. لا تنسونا من دعائكم يا إخوان، وبارك الله فيكم ونفع بكم. وأتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو. لا أعرف ما أقول في هذا الفيديو، قد جاء بشكل عفوي وبشكل سريع. هذا تذكير لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.